هو صديق قبل ما اقدمه، صديق بقاله 15 سنة وكذا مرة طلع معايا في البروجرام بتاعي، فنان واعلامي. وعايزه اقول لكم بقى لسه مخلص الحفله بتاعه الفنان العندليب عبد الحليم حافظ، وكانت حفله ناجحه جدا جدا جدا. سيبوني ارحب بالمطرب والاعلامي وائل فاروق في برنامجنا فايبس. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ ريهام، وانا سعيد ان انا موجود معاك النهارده، وبتشرف جدا تملي طبعا بوجودي مع حضرتك طبعا، وما تاخرش عنك طبعا تملي ولا بالدعوه، لان انت شخصيه عزيزه جدا جدا عليا وشخصيه متميزه، وان شاء الله باذن الله نكون ضيوف خفاف على الساده المشاهدين، وتكون حلقه حلوه باذن الله. هو كل حلقاتك بتبقى حلوه يا وائل، دي مش اول مره، والناس كلها بتحبك بجد. الحمد يعني لله الحمد لله. طب ايه رايك نبدا نتكلم عن حفله العندليب عبد الحليم حافظ؟ هي الحفلة كانت طبعا فكرة المطربة العزيزة، الصديقة العزيزة الأستاذة أسرار الجمال، بوجه لها تحية. كانت معمولة الفكرة اللي احنا نعمل إحياء لذكرى عبد الحليم حافظ، وشاركت معاها أنا ومجموعة من المطربين. كل واحد كان بيقدم أغنية للعندليب، وتشرفنا طبعا بحضور الاستاذ محمد شبانه ابن اخو العندليب. أيوة. حضر وكده، وكان يوم جميل جدا. كانت تابعه لوزاره الثقافه يعني. وكان يوم جميل جدا جدا الحمد لله رب العالمين، وكنت اتمنى ان انت تيجي. انا جيت في البروفات، انا غصب عني عشان يوسف وجانا. انا عارف والله. كان ناقصها وجودك والله. والله انت تشرف اي حد. الله يخليك يا رب. وكان يوم جميل جدا جدا، من احلى الايام الحمد لله رب العالمين يعني. وسمعت ان الحفله كانت ناجحه وخدت صدى ما شاء الله. ما كانش في مكان لحد يقعد والله. ما انا شفت الفيديوهات على فكره. شفت الفيديوهات. اللي اعرفه كمان ان المطرب الجميل وائل فاروق بيغني في الاوبرا. انت من امتى وانت بتغني في الاوبرا؟ انا دلوقتي في المجال بتاع الفن بقالي دلوقتي داخل على 12 13 سنه. اتشرفت الحمد لله ان انا عملت قبل كده حفلتين في الاوبرا وحفله في ساقية الصاوي، والحمد لله ابراهيم كانوا من احلى واجمل الحفلات اللي انا عملتهم يعني. فبالنسبه لي طبعا تجربه كبيره جدا وتجربه عظيمه، لان مش اي يعني لا ازكي نفسي على الله، لكن مش اي مطرب يغني في الاوبرا. طبعا بتبقى ليها مقاييس تاني، وبيبقى ليهم هم شروط معينه، ولازم انت تكون نقابي، ولازم تكون معتمد، ولازم بيقيموا في لجنه اسمها لجنه تقييم بتشوف الاعمال بتاعتك الاول قبل ما تقول اللي انت تشارك او لا. طبعا. فالحمد لله يعني كانت حفلات انا ما انساهاش برضو، وكانت برضو مع الصديقه العزيزه اسرار الجمال يعني. وانت بتقدم فن هادف، وكل اغانيه حتى الكليبات اللي بيعملها بعيدا عن الاوبرا، بعيدا عن الحفلات اللي احنا بنتكلم فيها، كليبات ناجحه وكليبات محترمه. ده الفن الهادف، دي الاغاني الهادفه. طب ما تيجي ناخد جنب في حته كده معينه، ايه رايك؟ في بعض الاغاني ظهرت الايام دي، الفن هو ليه اختلف يا وائل؟ لا، هو الفن اختلف لان ذوق الناس اختلف. مع الاسف. وللاسف الناس، انا تملي بقولها وبكررها، ومش همل من تكرارها، اللي الناس من كتر ما اتعودت على الوحش نسيت طعم الحلو. واصبح دلوقتي الاتجاه او المصطلح الشيطاني اللي ظهر، اللي اصاب الجميع بلوسه عقليه، الا وهو مصطلح الترند. ايوه. فاصبح كله بيبحث عن الترند. والاتجاه دلوقتي للاسف الناس بقت بتستسهل. حتى المطربين اللي هم المفروض كبار، اللي هم المفروض يرتقوا بذوق المستمع. اللي انا باخد المستمع، مش اللي انا بنزل ليه. يعني احنا كنا بنشوف ايام عبد الحليم حافظ الله يرحمه وام كلثوم، كنا بنشوف بياعي الفاكهه وبياع البطاطا كان بيغني القصائد بتاعتهم. ايوه. كان بيغني في الشارع قارئة الفنجان، كان بيغني سالوا قلبي، الكلام ده كله. أيوة. فللاسف المطربين بدل ما هم بياخدوا المتلقي او المستمع يرفعوه، لا بقوا بينزلوا بيتدنوا مع الاسف. للاسف، لان اصبح الموضوع خلاص اللي هي المبدا الميكافيليه، الغايه تبرر الوسيله. عشان ابقى ترند. انا عايز ابقى ترند. واصبح دلوقتي الاتجاه الا وهو الدعايه او الاتجاه العكسي. اللي هو انا بعمل حاجه مش عشان تعجب الناس، بقدر ما انا ببقى بهدف ان انا استفزهم. لما استفزهم هيكلموا عني اكتر والموضوع ينتشر اكتر. للاسف بدا الفكر اللي السائد او المفهوم اللي سائد دلوقتي. ايوه فهي المسؤوليه مشتركه.
يعني لما يكون مطرب كبير طبعا دون ذكر اسمه والناس عارفه انا اقصد مين طبعا يعني. تمام. محدش ينكر ان هو علامه. طبعا. علامه وكبرنا على اغانيه. وليها ذكريات معانا جميله جدا جدا جدا. أيوة. الفن اللي كان جميل والاغاني الجميله دلوقتي بقت يا فراوله نفسي اشربها عصير. فاهمه حضرتك، فاهمه حضرتك تقصد ايه. طيب لو اتكلمنا عن مثلا المهرجانات وبرضو الاتجاه الاخر ده، انت شايف احنا ليه الناس بقت مع الاذواق دي، ومع الاسف بقت نسبه كبيره يا استاذ وائل يعني يعني مثلا ناس بتحب النوع ده. هل احنا بقينا نسمع الاغاني دي عشان بتخلينا احيانا مغيبين عن الواقع او عن الحقيقه، او ليه الناس بتفضل النوع بتاعه المهرجانات او النوعيه دي؟ انا هقول لحضرتك، انا بيحضرني دلوقتي فيلم من اعظم افلام السينما المصريه. الفيلم ده اتعمل سنه 86 وهو تنبأ باللي بيحصل دلوقتي، الا وهو فيلم الكيف. بالظبط. صح. الفنان الكبير محمود عبد العزيز ويحيى الفخراني مع حفظ الالقاب. قال فعلا لما قال له اغنيه البيلي بيلي باو مش عارف ايه، قال له دي اغنيه دي، قال له يا استاذ انا اول ما سمعتها ما عجبتنيش، لكن لما ودني خدت عليها عجبتني وكيفتني. فاذا فعلا الفن فعلا اللي بيبقى فعلا عامل الفن الهابط عامل زي المخدر. بالظبط. بيخدرك بيغيبك عن الوعي. تمام. وده للاسف اللي بقى سائد دلوقتي، وده دلوقتي اللي بقت ظاهره الاغاني المهرجانات. بالظبط. اللي خلاص، ما هو خلاص انت زي ما بيقول لك الزن على الودان امر من السحر. انت عمال بتديني وحش 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 بيتقدم وحش بيتقدم، خلاص اصبح ده المعروض، اصبح ده اللي الناس خدت عليه، اصبح ده السائد خلاص. فللاسف زي ما بقول وهرجع اقول الكلمه تاني، من كتر ما اتعودت على الوحش انت نسيت طعم الحلو. مع الاسف. هو الموضوع ده باختصار شديد يعني. مع الاسف هو كلام صح، وفعلا فيلم كيف كان اتكلم في حاجه زي كده. هو تنبأ باللي بيحصل دلوقتي. وفي الاخر انا لن انسى برضو نهايه الفيلم، كان طبعا للمبدع رحمه الله عليه محمود ابو زيد، يعني السيناريست العظيم يعني اللي عمل سلسله العار والكيف وجري الوحوش. قال لك في الاخر انما الامم الاخلاق ما بقيت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهب. هو ده الملخص. بالظبط. بالظبط. وكلامك صح في كل حاجه بتقولها يا استاذ وائل. انا بقى عايزه اقول لكم مفاجاه من خلال برنامجي. انا بقى في بعض الحلقات استاذ وائل هيقدمها معايا في برنامج فايبس، ودي مفاجاه، واحنا كنا اتكلمنا في الحوار ده قبل كده، بس دي مفاجاه انا بقولها دلوقتي في فقره استاذ وائل وبقولها لكم، وان شاء الله يبقى في بينا حلقات بنقدمها. حتى هو اتفاجئ، احنا كنا اتكلمنا من فتره، بس انا بقولها لكم اهو عشان تبقى احنا كده خلاص بقت رسمي على الهواء بجد يعني. لسبب حلقتك بتبقى ناجحه جدا، باخد يعني تقييمات حلوه عليها وبنتكلم في مواضيع مهمه، بيتهيألي احنا الاثنين يعني بيطلع كلام كويس، ولو تابعتوا صفحته انتوا هتعرفوا كويس انا ليه حابه ان هو يكون معايا في البروجرام ده في بعض الحلقات، انتوا هتعرفوا. طب لو حبينا نتكلم بقى عن في غنوه انت قلت لي انا عايز اغنيها لمصر. يعني هو طبعا ربنا طبعا يحفظ مصر. طبعا احنا شفنا الحوار بتاع امبارح، طبعا حوار الزلزال طبعا. والظروف اللي بتمر بيها المنطقه، والظروف اللي بتمر بيها طبعا المنطقه، والطبيعه اللي احنا بنتاثر منها. فاحنا يا رب يسلم مصر وشعب مصر يا رب يا رب ويحميها. فممكن مثلا نقول حاجه كده لمصر، مثلا نقول كلمه بحبك. نقول كلمة بحبك من الغريب، من الغريب، ومن غيري سمعتيها. كلمة بحبك مني أنا، من قلبنا، مني أنا، من قلبنا، بقولها بجد. يا بلدي يا بلدي يا بلدي مني حسيها، ويا رب كل اتنين على الحب حبايب، قربهم وما تبعدهمش، كل جيران واصحاب وقرايب
جمعهم ما تفرقهمش، اللي في قلبه عذاب أو جرح طيبهوله، واللي ما دقش الهنا والفرح دوهوله. اللي في قلبه عذاب أو جرح طيبهوله يا رب، واللي ما دقش الهنا والفرح دوهوله. واللي تعبان في الليالي ليله قصروه، واللي شايل هم غيره ساعده قدروه. واللي سهران الليالي ليله قصروه، واللي شايل هم غيره ساعده قدروه. واللي غريب عن داره اللي اختار مشواره، حل يا رب مراره، هون غربته، نور سكته، صبر دمعته، ما انت حبيب الكل يا رب. جميل جدا 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 المطرب الجميل وائل فاروق. وبرضو انا مش يعني هو صوت محمد فؤاد، انا ماليش دعوه. ده انا رايي وبجد. يعني عايزه اقول لك من الايام اللي جايه بقى هيبقى الفنان والاعلامي وائل فاروق معايا في البروجرام في حلقات كبيره وجامده، إن شاء الله. وان شاء الله الحلقات تكون ناجحه. وبجد انت نورتني في برنامج فايبس النهارده واتشرفت بيك، وهنعرض جزء من الحفله وان شاء الله تعجب جمهورنا او البروفات زي ما تحب يعني يعني